التاريخ ديال الكرة المغربية كاينين لاعبين بزاف مروا وخلاو البصمة ديالهم، ولكن قلال بزاف اللي قدروا يتحولوا لاساطير حقيقية. واليوم غادي نهضروا على واحد من اعظم المهاجمين اللي خرجهم المغرب. اللاعب كان مرعب المدافعين وكان عنده حس تهديفي قاتل. عبد الكريم ميري المعروف عند الجميع باللقب كريمو، اللاعب اللي تألق في فرنسا لسنوات طويلة وصنع المجد مع المنتخب المغربي في مونديال 86 وسجل واحد من اشهر الاهداف في التاريخ ديال الكرة المغربية ضد البرتغال. في هذا الفيديو غادي نعيشوا القصة كاملة، كيفاش بدا وكيفاش وصل لاوروبا وعلاش كان هداف مرعب، وشنو دار في مونديال 86 وشنو وقع عليه من بعد الاعتزال وشنو خلاه يبقى اسطورة حتى اليوم. خليك معنا حتى الاخر حيت القصة ديال كريمو فيها بزاف ديال اللحظات اللي قليل اللي كيعرفها. واش اخوتي مرحبا بكم في هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. عبد الكريم ميري تزاد نهار 13 يناير 1955 في الدار البيضاء، في الوقت اللي كان المغرب باقي كيبني الهوية ديالو في كرة القدم، وكانوا بزاف ديال الدراري كيلعبوا في الاحياء الشعبية، ولكن قلال اللي كان عندهم الحلم يوصلوا للعالمية. كريمو كان واحد من هاد الاطفال ومن صغره كان كيبان مختلف على الدراري الخاين. السرعة ديالو، التحركات، التمركز ديالو واللمسات ديالو للكرة، كلشي كان كيبان فيه مهاجم بالفطرة. ومن بعد بدا كيلعب الكرة في الاحياء، ومن بعد انتقل لفروق محلية في الدار البيضاء. وفي ذاك الوقت الاحتراف في اوروبا بالنسبة للاعب المغربي كان شبه مستحيل، ولكن كريمو كان عنده حلم كبير. وفي السبعينيات القرن الماضي قرر كريمو يدخل مغامرة الاحتراف في فرنسا، وكان القرار صعيب بزاف حيت بزاف ديال اللاعبين المغاربة في ذاك الوقت ما كانوش كيلقاو الفرصة حقيقية في اوروبا، ولكن الموهبة الحقيقية كتبان بسرعة. سنة 1974 نادي باستيا الفرنسي، وهنا بدات القصة الحقيقية ديال الاسطورة. مع باستيا كريمو بدا كيبان كلاعب مختلف تماما. الجمهور الفرنسي بدا كيهضر عليه بسرعة. علاش هادشي؟ حيت كان مهاجم ذكي بزاف، ماشي غير هداف ولكن حتى التحركات ديالو كانت متطوره بزاف بالنسبه لذاك الوقت. كان كيعرف كيفاش يهرب من الرقابه، كيفاش يتمركز، كيفاش يسجل من نصف الفرصه، وفي وقت قصير ولا من اهم اللاعبين في الفريق. ولكن الانجاز الاكبر جاء في 1978 باستيا وصل للنهائي كاس الاتحاد الاوروبي، انجاز تاريخي بالنسبه للفريق، وكريمو كان من ابرز النجوم في هذه الرحله الاوروبيه. الجمهور المغربي بدا كيعرف كريمو وكيفتخر به بزاف حيت اللاعب المغربي كيتألق في اوروبا في ذاك الزمان ما كانش امر عادي نهائيا. شنو اللي كان مميز في كريمو؟ اول حاجه كان مهاجم كلاسيكي حقيقي رقم 9، الطول ديالو كيتجاوز 182. هادشي خلاه قوي بزاف في الكرات الهوائيه، ولكن ماشي غير هكا، كان عنده تمركز رهيب، ذكاء تكتيكي، انهاء ممتاز، هدوء قدام المرمى، وكان كيستغل اقل خطا من الدفاع. بزاف ديال المدافعين الفرنسيين قالوا باللي كريمو كان من اصعب المهاجمين اللي واجهوا. من بعد النجاح ديالو مع باستيا كريمو لعب لعدة أندية فرنسية كبيرة، ومن بين هاد الأندية ليل الفرنسي، ميتز الفرنسي، وتولوز الفرنسي، وسانت ايتيل الفرنسي، الراسينغ الفرنسي، وكان كل مرة كيأكد القمة ديالو مع هاد الفرق. لكن أحسن موسم تهديفي في المسيرة ديالو كان مع ميتز، سجل 24 هدف في موسم واحد، رقم كبير بزاف في الدوري الفرنسي، وهذا الانجاز خلى بزاف ديال الصحف الفرنسيه تهضر عليه بقوه. لكن الشهره الحقيقيه عند المغرب جات مع المنتخب الوطني. كريمو كان واحد من الركائز الاساسيه ديال جيل 86، الجيل الذهبي اللي دار ثوره في كره القدم الافريقيه. المنتخب المغربي بدا كيصنع فريق قوي بزاف، وكان كريمو هو السلاح الهجومي الاول. وصلنا دابا لاعظم الاحداث مسيرات كريمو. المغرب دخل المونديال وسط شكوك كبيره بزاف، ولكن الاسود صدموا العالم كامل. المجموعه كانت صعيبه بزاف، فيها انجلترا، بولندا، البرتغال، لكن المغرب لعب بثقه كبيره، تعادل ضد بولندا وتعادل ضد انجلترا، ومن بعد جا الماتش التاريخي ضد البرتغال. المغرب في ديك اللحظه دخل الماتش بلا خوف وسجل اهداف رائعه، لكن الهدف اللي بقى محفور في تاريخ الكره المغربيه كان هدف كريمو. هدف اكد الانتصار المغرب 3-1 ضد البرتغال. الملعب كامل تصدم في ديك الوقت، والعالم بدا كيهضر على المغرب ولا منتخب عربي وافريقي كيتاهل للدور الثاني في المونديال، وكريمو دخل التاريخ من اوسع الابواب. هنا فين تحلوا ليه بزاف ديال البيبان. ومن بعد سنوات طويله من العطاء
قرر كريمو يعتزل في 1989، لكن الاسم ديالو باقي حاضر حتى اليوم، حيت ما كانش مجرد لاعب، كان رمز للمنتخب المغربي. ومن بعد الاعتزال بقى قريب من الكرة، بقى في الأكاديمية ديال المواهب، التحليل الرياضي، دعم اللاعبين الشباب. واليوم أي واحد كيهضر على التاريخ الكرة المغربية يذكر الاسم ديال كريم، حيت كان اسطوره ديال المنتخب المغربي، واحد من اعظم المهاجمين اللي لعبوا مع المنتخب المغربي. وهنا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. الا نسيت شي معلومه اكتبوها لي في التعليقات، وكتبوا لي ان لاعب بغيتو عليه فيديو الجاي. يلا ونشوفكم في فيديو جديد.